السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في لا فيديو تاع نهار اليوم. اذا كنتم اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضعوا لايك واشتراك هكذا باش يوصلكم كامل جديد وكامل القصص. قبل ما نبداو صلوا على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقول صاحبة القصة: جا راجلي من الخدمة وقال لي وجدي ذراري نديهم اليمة ونولي عندي هدرة معاك لازم نكونوا وحدنا. قلت له اوكي. وجدت الكابا لوليدي الكبير عمره 8 سنين وبنتي عندها 5 سنين وقلت له سيبو اديهم. قال لي لا لا حتى امير يروح معاهم. امير في عمره 9 شهور. قلت له ما تقدرلوش ويرضع صدري يرقد بيه. قال لي لا لا لازم نكونوا راس الراس الموضوع مهم. هي وجدتهم كامل وراح اداهم وانا قعدت نخمم واش حاب يقول. وكان ديجا من فترة مقلق يدخل يداوس ويخرج يداوس ويظل مشنف والذراري مقلقينه. قلت بلاك حاب نجوزو وقت وحدنا زعما ولا حاب كاش مشروع. بقيت نطلع ونهبط وحدي. على فكرة راجلي في عمره 36 سنة واسمه خالد وأنا واسمي أسماء في عمري 34 سنة. تزوجنا عن حب. خطبني كي كنت مازال نقرا في الليسي هو كان صغير وأنا صغيرة. قعدنا حتى كملت قرايتي وتزوجنا. كان هو صديقي وحبيبي وكل حاجة في حياتي نحكوا لبعضنا كل حاجة. هو كان خدام في شركة وأنا أستاذة. تزوجنا وسكننا في دار العائلة مع يماه وخاوته. يماه كانت يمه وخاوته كانوا خاوتي وما زالوا. جوزنا عام معاهم بدون مشاكل. أنا يتيمة الأبوين خلنا باب الورث وقسمته مع خاوتي كل واحد ادى حقه. أنا شريت التراب وكتبته باسم راجلي لأنه حتى هو حط فيه دراهم من الورث تاع باباه. تعاوننا وبنيناها وسكننا وقعدنا 3 سنين بدون أطفال حتى داويد باش رفدت الحمل وربي رزقني والحمد لله. كنا ميتين بالفرحة. جا راجلي وقال لي الحقيني للصالو راح نهدر معاك هضرة بصراحة ونتمنى ما تقاطعينيش مهما كان السبب حتى وإذا ما عجبتكش هدرتي. قلت له أوكي ما راحش نقاطعك. قال لي جوزنا 3 سنين الأولى تاع زواجنا ولا أروع. كان حبنا كبير وكنت ندخل الدار ونلقى الطابلة واجدة بالماكلة في حياتي ولا كليتها ونلقاك لابسة وماكية والبارفا وتستناي فيا. تعب النهار نجوزوه قصرة وضحك ونختموها بسهرة مع تحليات اللي كنتي تديريهم مالقري كنتي تجي من الخدمة عيانة. كنا كل ويكاد نخرج نحوسو. كنتي انتي حبيبتي ومرتي وصاحبتي وكل شي في الدنيا نتاعي. درك علاش وليتي تظلي مقلقة؟ ندخل نلقاك تعيطي على الذراري نلقى الدار مرونة الألعاب تاع الذراري في كل بلاصة. الحشا ندخل ناكل كيما الكلب وحدي شعرك طالع في السما وريحة الطياب فيك ومن بعد نجي نتكسل ترميلي طفل وتدخلي الدوشي تخرجي تقولي لي راني عيانة نرقد نهار كامل وانا خدامة برا وزيد في الدار. وكنت نقول لك حبسي اتلهي بروحك وبالدار. قلت له بصح. قال لي قلت لك ما تقاطعينيش خليني نكمل ومن بعد هضري. تعرفيني نحب النظام ونحب السكات في الدار. نحبك ديما مستكية روحك الذراري والدار والخدمة باش نجي أنا. علاه ما تنظميش وقتك وتمدي كل حاجة حقها. أنا عييت وكرهت من هذه المعيشة. قلت له كملت هدرتك خلاص نهدر أنا. قال لي مازال ما كملتش مي هضري واش حابة تقولي. هو مازال ما كملش مي قال لي هضري واش حابة تقولي وندخل في الموضوع. قلت له علاه مازال غير ما دخلتش في الموضوع هذا كامل وما دخلتش في الموضوع. شوف كيما قاطعتكش وخليتك تهدر انت ثاني خليني نهدر. 3 سنين الأولين كنا بدون مسؤولية عدنا غير بعضنا لاتين غير برواحنا والدار. كيما نسيقها كيما نخليها تقعد السمانة من مسوالو نلقاها ما زالت نقية. ولكن بعد ما جاو الذراري خلاص تبدل كل شي. بعد ما كنت نخدم الشغل مرة في السمانة ويبان وليت نخدم يوميا وما يبانش. الذراري نعمة صح ولكن تربيتهم صعيبة بزاف ولو هما الأولوية في حياتي وراني حاسة بكل حاجة قلتها صح. أنا هملتك
ولكن راني يامات نحاول نسرق وقت ونوجد روحي ليك، ونحاول نديرو سهرة رومانسية كيما كنا، بصح جسمي ما راهوش كيما كان من قبل. وليت نحس بالتعب بزاف، الخدمة برا والدار، ما تقوليش حبسيها. وانت راك عارف ومتأكد انه شهريتك وحدك ما تكفيش باش نعيشو مليح. حتى الطوموبيل لو كان ما ديتش خدامة عمرنا ما نديروها. وخلي فواش راني معاوناتك. والذراري كامل هكذا، ما كاش طفل صغير ما يحبش يلعب، وما كاش طفل صغير ينقي وينظم الدار. سقسي اي واحد من صحابك، شوف واش يقول لك. انت اناني، ما على بالكش بيا كيفاش راه يجوز النهار. قال لي مهما يكون لازم نهارك ديما تخلي وقت ليا، من حقي ندخل الريح. قلت له بصح وانا مشي من حقي نريح بعد ليلة كاملة رضاعة؟ نوض الصباح نوجد القهوة تستقهوى انت وتخرج، وانا نبدا نجري ونوجد في الذراري يروحوا يقراوا ونوجد البيبي، ونخرج ابي نديه لاختي، ومن ثم نروح للخدمة ابي باسكو انت اللي تدي الطوموبيل ما تروحش في الترونسبور. قال لي، قلت له لا خليني نكمل، نروح نخدم ونولي نجري من الخدمة. الوقت اللي خرجت ندي وليدي ونروح للدار ونوجد الحشا ونلم الدار ونسيق، وانت تجي من الخدمة تزيد تستقهوى وتدخل ترقد باسكو تجي عيان، وانا ندخل الكوزينة نطيب ونعشي ونزيد نطيب الفطور الغدوة من ذاك للذراري ونطيب الماكلة للبيبي، وانت تنوض مع المغرب تخرج تقصر مع صحابك وتنح ضيقة خاطرك. لازم انا نعشي ذراري ونغسل الماعن ونراجع لهم وندوش وندخل نرقد، باسكو نهار كامل وانا نجري، وانت تدخل نص الليل تلقانا كامل راقدين. سي نورمال تتعشى وحدك، واذا دخلت بكري تبدا تعيط على الذراري انت حكم بلاصتك وعلاش الالعاب مرميين، وبنتك وعلاش كي تجي متوحشاتك تقولها سكتي تهدري بزاف، والبيبي كي يولي يبكي وعلاش راهو يبكي سكتيه، وكي يجي الويكاند الجمعة ندوش للذراري وندير القاطو تاع السمانة كاملة، ودي فوا السبت ونراجع لهم نحضر لخدمتي، دي فوا نخرجوا فيه ونولوا متضاربين. قولي دركا شكون اللي راهو عيان فينا؟ شكون اللي راه كاره فينا؟ شكون اللي راه محتاج معاونة؟ شكون اللي راه مغبون؟ وهكذاك ونحب ديما كيفاه نديرو وقت نقصرو فيه. مين تا غير هارب، والذراري قضية وقت برك يكبروا ويولوا يعرفوا ويفهموا وتنقص عليا المسؤولية، ولكن جامي نولوا لحياتنا تاع بكري. هو سكت وانا سكت 5 دقايق وعيني تعمروا بالدموع، غضتني عمري. قال لي حاب نعاود نعيش أليز، أنا نقدر نولي كيما كنت، انتي لا. قلت له واش معنى هذه الهضرة؟ قال لي راح نعاود الزواج. قلت له ما فهمتش. قال لي نعاود نتزوج، واش ما فهمتيش؟ ما استوعبتش واش راه يقول، بقيت نشوف غير فيه ما فهمه والو. قال لي كاينه وحده جارتنا قدام يما طلقت على جال الذراري، ما تجيبش الذراري، مرا عاقله وبنت ناس، وطلبتها من باباها ومدوها لي. هو يهدر وانا مازال ما فهمتش. قلت له راك تتمسخر ولا من نيتك؟ قل لي راك تتمسخر، قل لي راك تتمسخر خالد، انت بلهاش بيا على بالي. قال لي سمحي لي، على بالي حاجه كيما هذه توجعك. قلت له توجعني، قلت له تقتلني، قلت له تدمرني، قلت له تمحيني حاجه كيما هذه. قلت له واه راك تتمسخر، باه نحبس خدمتي صح؟ إيه راح تبقاي مرتي وحبي الاول والاخر وام ولادي. انا ولادي نحبهم بصح حاب نعيش حياتي. قلت له انت تعيش حياتك وتدمر لي حياتي؟ بالرغم من انه وجهه كان يبان باللي راه يهدر من نيته، مي انا بقيت نقول في قلبي واه دوك يقول لي كنت نتمسخر، ما نسمحش فيك انت عمري وحياتي. وانا في هذا الموقف صونا التليفون ريبوندا وقال راكم تحت، درك نهبط لكم، وكوبا التليفون. قال لي دوك نولي ونكملوا الهضره. خرج من الدار وانا في صدمه هكذا، من بعد نسمع في الصوت في الكراج من تحت تفتح، وللعلم من تحت احنا دايرين 2 كراجات الطرف على طرف الطريق، واحد كاريينو واحد دايرين فيه الخردة، ورانا مشينو فيه في الدار. قلنا نكملوه وندخلوا بيه مصروف زيادة. خرجت للبالكو طليت لقيتهم يهبطوا في الشنبرة كوشي يدخلوا فيها للطابق التحت. أنا هنا دارت بيا الدنيا، حسيت بدون ما تصب فوقي، عرفت باللي ما كاش يقصر، والدنيا ظلامت بين عينيا. دخلت لشنبرتي وتكسلت، ما حسيتش بروحي،
حتى سمحت الباب تفتح وجاو ولادي يجروا ليا يعنقوا ويبوسوا فيا. يما توحشناك، وجاب البيبي حطه قدامي ويحوس يرضع. جبته، هو جا تكسل قدامي وحاوز الدراري. قال لهم هيا كل واحد يروح لشنبرتو. شاف فيا وقال لي ذراري تعشاو عند يما، وجبت لك الحشا معايا راهو في الكوزينه، كملي وروحي تعشاي. جبت تليفونو وقعد يكونيكتي وانا نشوف فيه ونقول وقيلا كنت النوم ماشي صح، هذا منام برك، في الصح ما يديرهاش، يحبني ونحبه كيما كان يقول لي، مي فرقنا غير الموت. حتى حط تليفونه وقال لي ديت كونجي تاعي وبديتو من غدوه، وهذه سمانه نروح نعقد وراح نسكنها تحت. وقلت لك طفله عاقله والناس كامل تشكر فيها، حتى يما قالت لي طفله بزاف عاقله. تنهدت ورحت رقدت في الصالون. غدوه من ذاك ما رحتش نخدم، حطيت ولادي، قعدت نخمم ونخمم قريبه هبلت من راسي. كل ما يجي يهدر معايا نقول له لا لا خليني راني نحاول نستوعب. حتى خذيت قرار، والحق كانت سلفتي حكات لي على هذه اللي حاب يتزوجها، قالت لي دايره كي العذراء، الزين ولاطاي والتربيه. تزوجت عام وقالوا لها الطبا مستحيل تجيبي ذراري، عندك تشوه خلقي في الرحم. رحت عند عجوزتي وعيطت له طبعا، ولقيت عجوزتي رافضه مشي مقتنعه. حاولت معاه بزاف مي هو كان مدي سيدي خلاص. عيطت لزوج الواسي وخويا، انا جمعت قدامهم كامل، قلت له انت راجلي وعلى بالي انت مربي على قناعه وحقاني. قال لي واش راكي تقولي راني معاك، على بالي انت مراه واعيه. قلت له معليش ما تقطعنيش، الدار اللي رانا ساكني فيها شريناها بورث بابا، ويماك عاوناتك ثان فيها، يعني رانا نسالو فيها في الزوج. وحتى الطوموبيل راهم دراهمي، انت دراهمك كانوا يروحوا مصروف الدار صح؟ قال لي ايه صح. قلت له همالا باش نخليك تزوجها وتسكنها معايا، نشرط لك تكتب لي نص الدار، تكتب لي الطابق العلوي باسمي، الجراج واحد باسمي، والطوموبيل تتباع وتمد لي نص دراهمها. اتنهدت وسكت شوية. قال لي الطوموبيل تتباع. قلت له والنص الدراهم الاخرين بالسماح يا سيدي، اعتبرهم كادو تاع زواجك. قالت له يما يا وليدي انا على الشيطان، مرتك لويز تدور الدنيا كامل ما تلقاش كيما هي. قال هي يما خلاص اهدرنا وهدرنا. قال لي خويا اختي العزيزه تحبي تطلقي راني معاك. قال لهم لا لا ما نطلقهاش، مرتي وما نسمحش فيها. ايه ما تسمحش فيا بصح سمحت، المهم واش قلت تكتب لي نص الدار. قال لي نكتب لك، ايه راني موافق، هذا راهو حقك. غدوة من ذاك رحنا وبدينا في اجراءات وتكاتبنا وباع الطوموبيل ومد لي نص حقها. قال لي هكذا راكي فرحانه ما ديريش فيا ثقه، حسبت لك راح نخرجك من الدار. قلت له قادر تديرها. قال لي ما تعرفينيش محسوب نقدر نديرها بيك. قلت له كيما كنت تقول لي عمري ما نشوف في وحده غيرك وشفت، وكيما كنت تقول لي مكاش كيف نضرك وضريتني. قال لي مازالني نحبك ونبقى نحبك حتى نموت.